تسبب الفنان السوري هاني شاهين بحزن جمهوره عقب لقاء تحدث فيه عن فقره وعيشه بحال صحية صعبة. وقال شاهين في لقاء 20 يوم والله العظيم عايشين على الزعتر والزيت الأبيض وفواكه ما بعرفها من سنة. وأضاف أنه يعاني من مشكلة في السمع لا تحل بسبب نقص تروية بالدماغ والقلب، وكأن صوت طيارة يسمعه ليل نهار، بالإضافة لمشكلة أخرى كأن فريق موسيقية يسمعها. وأردف ما بخفي كنت عم أتدين ووصلت لدرجة ما عاد أقدر لأنه كترت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي إنه كل إشي قدمته ببلاش وهي جزاتي بآخر عمري أموت شحاد. وأكمل أنا بزماني كتبت إنه راتبي 25,000 وكان كيلو اللحمة 15,000، فكيف بده يعيش الفنان بقية عمره إذا حق البيضة 900 ليرة؟ بعدها كتب الإعلامي عطية عوض: أقسم بالله ماني عارف شو أقول. عشرات الاتصالات من فنانين ومخرجين ورجال أعمال وأطباء وحتى ناس بسيطة حابين يقدموا أي شي للفنان القدير. والخبر الأحلى إنه راح نشوف الفنان هاني شاهين بأكثر من عمل خلال شهر رمضان.